سلام مرحبا بكم في جربتها قبلك. اليوم حبيت نشارككم وصفة نوجدها دايما، السفلي الجزائري المالح. وصفة سهلة اقتصادية وناجحة 100% من غير تعقيد ولا مكونات غالية. إذا تحبوا الوصفات البسيطة واللي تنجح من أول مرة خليكم معايا. نستخدم في هذه الوصفة كوب من الحليب الدافئ، ملعقة كبيرة من خميرة خبز، وملعقة كبيرة من السكر، والقليل من الملح. أيضا بياض بيض، وملعقة كبيرة من الزبدة، وملعقة صغيرة من خميرة حلويات، وكوبين ونصف من فرينة ماما ذات الجودة العالية. أولا في وعاء نقوم بوضع الحليب وخميرة الخبز والسكر ونتركهم يتفاعل قليلا. بعد ذلك نضيف الملح وبياض البيض ونخلط، ثم نضيف الفرينة تدريجيا حتى تتجمع العجينة، وفي الأخير نضيف الزبدة وخميرة حلويات ونعجنها ونتركها ترتاح قليلا. بالنسبة للحشو استخدمت حشو اقتصادي. في مقلاة وضعت القليل من الزيت وضفت لها بصلة صغيرة مقطعة وفلفل أخضر مقطع. بعد ذلك قمت بفتح العجينة مثل ما موضح في الفيديو، ثم خضت قالب دائري هكذا وقمت بتقطيع الدوائر. بعد ذلك نزعت الزوائد وأخذت الحشو وضعته في نصف الدائرة وضفت له القليل من الجبن المبشور اختياري، وقمت بإغلاقه على شكل نصف دائرة. بعد ذلك استخدمت الشوكة على الحواف لتعطينا شكل زخرفي القديم. بعد ذلك وضعته في صينية وقمت بدهنه بصفار البيض وأدخلته إلى الفرن. وهكذا يكون السفلي الجزائري المالح تاعي، خفيف بنين وينتفخ روعة. جربوه وقولوا لي رايكم في التعليقات كيفاش جاكم، وما تنساوش لايك وتعليق المشاركة للمزيد من الوصفات جربتها قبلك. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.